مساكم الله بالخير. عندي هذه القسيمة باخذ فيها ليفل بالهوز، هذا ميزان الهوز عشان الفرنجي المعلق. الفرنجي المعلق لازم يكون من تحت من قياس البرغي للأرضية الأساسية بالحمام 33 سنتي عشان لا يكون مرتفع وما يكون نازل. هذا قياس الستاندر. هني جبنا معلمين سيراميك فما رضوا يسوون ليفل إلا بالاتفاق، وكانوا يضربون بالعالي بالاتفاق استغلالية. فقلت أنا أخدم راعي القسيمة هذه أسوي له الليفل، وبعدين نركب الفرنجي ونطرطش عليه وندقه بشبك، وبعدين نتفق على الراحة. ما يجبرنا بشيء، ما يجبرنا بليفل. الحين هذول النقطتين متساويات عندي. زين، أباخذ على الدور الأرضي والدور الأول. كون الدور الأول فيه فرنجي معلق، أخذت من أعلى نقطة هناك، أخذت من أعلى نقطة اللي هي المطبخ، ما في أعلى منها بالبيت. أخذت 13 سنتي، يعني فوق النقطة العالية ب3 سنتي، ويمشيها من 3 سنتي اللي فوق النقطة العالية اللي هي 13 سنتي و10 النقطة العالية، فأخذت فوقها 3 سنتي اللي هو المساح والسيراميك واللاصق 3 سنتي. أوحد البيت كله على القياس هذا اللي فوق النقطة 3 سنتي، فوق النقطة العالية ب3 سنتي. الحين حطيت المسمار، هذه النقطة الرئيسية، وحطيت الليفل على الهوز. النقطتين المتساويين مع المسمار، آخذ وحدة من النقطتين مالت الهوز وامشي عليها البيت كله، هاي ثابتة بس. حارس معاي، وهذه خليتها 13 سنتي. راح احط لي قطعة سيراميكا اسمنت على 60 سنتي فوق. ادري ما فهمتوا شيء، بعدين اشرح. بعد ما حطينا الليفل بالمسمار، الحين بنحط سيراميكا تحت. من السيراميكا الى المسمار 60 سنتي على كل البيت. 60 سنتي هذه اختيارية، اقدر اخليها 70، اقدر اخليها 80، اقدر اخليها متر، ما في مشكلة. بس اهم شيء تكون السيراميكا هذه البؤجة والميزان على مستوى واحد، كلهم على مستوى واحد. يعني ممكن في سيراميكا قطعة صغيرة تكون على 13 سنتي، وفي واحدة على 10، وفي واحدة على 9. بس من السيراميكا إلى المسمار ما يتغير 60 أو 70 أو 80، ما يتغير، ثابت يكون من السيراميكا إلى المسمار. هذا مقصود. ها؟ حط اي هذا نفسه، اي حط فول. هذا المسمار مالنا، وهذه البؤجة مالتنا. لأن جننونا، كل ما جانا واحد يبي اتفاق. خلينا نطقطقهم نتسلى فيهم. ايوه، الحين اخذ قياس 60 سنتي للمسمار. الحين هذا ميزاننا المفروض شنو يكون 60 سنتي للمسمار. يعني راح اطق هذه سيراميكا تحت لين توصل 60 سنتي، يطلع ليفل 100%. الحين 60 سنتي.